محافظات عراقية تعلن تعطيل الدوام الرسمي. السلام عليكم متابعي قناة هل تعلم أخبار. قبل البدء لا تنسوا الضغط على الاشتراك وتفعيل الجرس ليصل لكم جديد الأخبار العاجلة والحصرية. تحية طيبة لكم متابعين الكرام. أعلن محافظ نينوى نجم الجبوري عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غدا الاثنين الموافق 20 تشرين الثاني بسبب سوء الأحوال الجوية، باستثناء طلبة السادس الإعدادي ممن لديهم امتحانات والدوائر الخدمية، على أن تكون الشرطة والدفاع المدني والصحة ومدراء الوحدات الإدارية في حالة إنذار. كما طالب المحافظ الأهالي بتقليل حركتهم قدر الإمكان حفاظاً على سلامتهم. ونود التنويه متابعين الكرام أنه يمكنكم متابعة أخبار المحافظات التي أعلنت تعطيل الدوام الرسمي من خلال قناتنا على التليجرام، من خلال الرابط الموجود في وصف الفيديو أو في التعليق الأول. إلى هنا متابعين الكرام ينتهي الفيديو لهذا اليوم. لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة عن طريق زر الاشتراك أسفل الفيديو.